دخلت المطبخ كده بالليل يا جماعه على امل ان انا هلاقي ساندوتش جبنه اي حاجه اتعشى بيها، ولكن بالصدفه لمحت بعنايه فرخيه كده انا كنت متبلاها وناسياها اصلا في التلاجة، فقلت كفايه عليها كده قاعده جوه، وابتديت ان انا اشوحها في حته سمنه حلوه كده يا جماعه. انا هكتب لكم كل تفاصيل التتبيله تحت الفيديو. المهم لحد ما تتشوح كويس قطعت لي شويه بصل حلوين كده، عليهم بقى شويه من السماق والفلفل الاسود وكمان دبس الرمان. خلاص بقى الفرخه اتشوحت كويس جدا، وللاسف يا جماعه في رجل من رجليها اتحرقت، بس مش قفلت عليها بقى بورق زبده وكمان فويل، ودخلتها الفرن بقى لمده ساعه ونص كده او ساعتين، وفتحت عليها اخر نص ساعه عشان تاخد التشويحه اللي انتوا شايفينها كده. وعايزه اقول لكم ان الريحه كانت قلبه. المهم اخدت حته من الصدر عشان اتاكد ان كل حاجه بقت تمام، وعايزه اقول لكم ان كانت خطيره. وعملت جنبها شويه رز بالشعريه، واخدت لي الورك زي ما انتوا شايفين كده على شويه من البصل المكرمل. عايزه اقول لكم يا جماعه كان طعمها خطير. وانا بالنسبه ليا بحب كمان ازود شويه من الدبس الرمان، عايزه اقول لكم بتبقى يعني مبهره. وانا بالنسبه لي طريقه الفراخ دي ما فيهاش غلطه، سقسقه بقى للصبح، الفراخ دايبه، يعني انا مش عايزه حاجه تانية من الدنيا.